بشعار الله الوطن الملك. نعطي الكلمة للسيد الرئيس الجمعية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي ليلقي كلمته بالمناسبة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. باسمي ونيابة عن أعضاء الجمعية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي أن أرحب بالحضور الكريم في هذه الندوة الوطنية بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، وكذا الذكرى 67 لعيد الاستقلال المجيد، التي نستحضر فيها التحام الشعب المغربي بأهداب العرش العلوي المجيد، حيث تمر هذه الذكريات برمزية خاصة لدى الشعب المغربي لما تحمله من دروس وقيم وعبر، ولما تجسده من روح الكفاح الوطني والتضحيات الجسام في سبيل الوطن. انتهت هذه الندوة تحت شعار أي دور للإعلام في تحصيل المكتسبات في القضايا الوطنية الكبرى، والتي نؤكد من خلالها عن الدور المهم والفعال للصحافة بشتى أصنافها في الدفاع والتعريف والتصدي لأعداء وحدتنا الترابية. ومن خلال منبرنا هذا لا يسعنا إلا أن نشكر الحضور الكريم كل باسمه وصفته، وكذلك نشكر الإخوة المحاضرين الذين أبوا إلا أن يدلوا بدلوهم في هذه الندوة. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله المراحل من خلال تدخلاتهم، وكذلك من خلال تفاعل القاعة مع هذه الندوة، وكذلك هذا العنوان العريض. وشكرا للحضور الكريم. شكرا للسيد الرئيس الجمعية الوطني للصحافة والإعلام. قوة ضغط يصنع بها رأيا عاما سواء كان محليا أو وطنيا أو دوليا، يساهم في التوعية والتعبئة، وأضحى الوسيلة الوحيدة لتجاوز الحدود بالفعل التطور الحاصل الذي يمكن من الوصول السريع إلى المعلومة في دقائق. تجاوز الحدود الأمية الأبجدية المعلوماتية لتسليط الضوء على مختلف القضايا سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. لا يمكن لأحد أن يشكك في دور الإعلام الذي أصبح يشكل رافعة أساسية في سياسة التمكين، بل يعد محورا أساسيا ورئيسيا في الارتقاء بذلك لإحداث ثورة علمية بناء في إطار العلاقات الدولية والعمل الدبلوماسي. لذلك أدركت القضية الكبرى للمغاربة: هل بالفعل الدبلوماسية المغربية حققت انتصارات في قضية الصحراء المغربية؟ كل هذا وذاك نناقشه مع الأستاذ يوسف السوحي، وهو بالمناسبة حاصل على دبلوم معهد الصحافة ومهن التلفزيون بالدار البيضاء، وأيضا السنة الثانية علوم اقتصادية. اشتغل بعدة مناظر إعلامية كمراسل: النهار المغربية، الأسبوع، الإصلاح والتنمية، مدير مجلة عالم الطفل، ومدير مجلة قلم الناس، رئيس فرع جهة فاس مكناس للفيدرالية المغربية لنشر الصحف. الأستاذ محسن الأكرمي هو كاتب روائي إعلامي إطار إداري بوزارة التربية الوطنية والتكوين، مهتم بالشأن التربوي والإعلامي، عضو بالأكاديمية المغربية لكوتشين التربوي والأسري، خريج جامعة مولاي إسماعيل بمدينة مكناس، مدرب كذلك معتمد في تكوين المدربين في مجال التنمية الذاتية. الأستاذ سعيد الحجام حاصل على الإجازة شعبة تاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأيضا السلك الثاني بكلية الهرب نهراز بفاس، تخصص تاريخ العصر الحديث، نائب رئيس المرصد الجهوي للصحافة والإعلام، مدير موقع صدى تيفي، رئيس تحرير جريدة السلام اليوم سابقا، وصحفي مهني بجريدة مغرب المواطنة. ومن خلال ذلك حضرات السادة والسيدات، نعطي الكلمة للأستاذ يوسف السوحي لتأطير الموضوع أو المحور حول الإعلام الجهوي رافعة أساسية في سياسة التمكين التنموي والدفاع عن القضايا الوطنية الكبرى، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيدي توفيق، وشكرا لكل الحضور الكريم، كذلك شكرا للسي مصطفى السلامي لإتاحة هذه الفرصة لمجموعة من الإعلاميين لمناقشة الموضوع راهني، وهو موضوع الأدوار التي يقوم بها الإعلام لتحصيل أو تحصين المكتسبات الخاصة بالقضايا الكبرى الوطنية. قبل هذا أهنئ إخواني زملائي في كل وسائل الإعلام السمعي والبصري والمكتوب والإلكتروني باليوم الوطني للصحافة 15 نوفمبر. كذلك أنوه بمجموعة من الوجوه الجمعوية والفعاليات وأخوات والإخوان اللي أبوا إلا أن يحضروا هذا اللقاء، لأنه دائما يكون الصحافي يقف لتغطية كل الأنشطة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، لكن اليوم وكما طلبنا من الزملاء الجلوس إلى نقاش قضايا تهمهم وتهم مصير في تحصيل مكتسبات القضايا الوطنية الكبرى. هذا العنوان يحيلنا إلى تقسيم إلى قسمين. أولا، حتى يقوم هذا الإعلام بأدواره يجب أن يكون جسمه سليما معافى قوي، حتى يمكن أن يعطي أو يلعب هذا الدور